سنة. وإذا حبينا نروحوا للقرن الثامن وإن كانت الدولة الرسطومية في عاصمتها تيارت، نلقوا أيضا بصمات مبكرة جدا في مجال الفن المعماري الإسلامي وكلها ميدين الجيريا. وبعد الرسطوميين وش من دولة قامت في الجزائر؟ نعطيكم مؤشر اللي كانت عاصمتها في أشير في المدية. الجواب هي الدولة الزيرية، وبنو زيري هذم هما اللي حكموا غرناطة في الأندلس، وهذا مذكور حتى في خبر افتتاح ملكة إسبانيا لمعرض في غرناطة. وفي المقال يقول في القرن ال11 كان بنو زيري وهم من البربر هم اللي قرروا أنهم يجعلوا غرناطة عاصمة لهم. وفي خلال جولة الملكة في هذا المعرض نعتلها المنظمون فيديو بعنوان غرناطة الزيرية. وطبعا ما نقدروش نحكوا على غرناطة بلا ما نحكوا على بصمات بنو زيري الفنية فيها. وهنا أيضا الفن الزيري نلقوه في القيروان، وتقريبا فيه نفس الرسمة اللي في التريكو. وهذا قبل ما يعرف خاوتنا في المروك حاجة اسمها الزليج، والدليل راهو هنا نقروه مع بعض. هذا كتاب موسوعة الإسلام وهذا فصل على الزليج. قالك هو فسيفساء مكونة من مربعات فخار سطحها مطلي ولا أملس وتقطع حسب المكان اللي راح تتحط فيه. وابن بطوطة في القرن ال14 كتب بأنه شاف الزليج في العراق كما اللي في المروك، وهنا يقول تم توثيق هذه التقنية يعني فن الزليج لأول مرة في بلاد فارس وبلاد ما بين النهرين، فقصر سيرجون مثلا مزين بها، ومن بعد استخدمها الرومان والبيزنطيين، واستمر استخدام قطاع الرخام ذات الألوان المختلفة عبر القرون، ومن بعد ظهرت بطريقة غير متقنة في مسجد قرطبة. واقرأ مليح عزيزي، إلا أن الشهادة الرئيسية لتوثق الزليج موجودة في قلعة